هاشتاج كربوجة. شو رأيكم بهالكنزة؟ امبارح عملتها. مرحبا يا حلوين، كيفكن اليوم؟ أنا ديما من DLLU.com، بتمنى تكونوا كلكم رواق الرواق اليوم وكل يوم. بهذا الفيديو رح نحكي عن هاشتاج الجسم المثالي، واللي هو الحلقة الثانية أو الفيديو الثاني من سلسلة تعالوا نحكي، بعد ما عملت أول واحد يا ترى ضروري يكون كتير حلوين. إذا ما شفتوا ذاك الفيديو ححط لكم اللينك هون أو هون، أو أكيد تحت رح تلاقوه بالديسكربشن بوكس مشان تشوفوه. مثل الفيديو الماضي انا رح اكون عم اقول وجهة نظري، يمكن اكون عم اعمم شوي لانه بالاخير وجهة النظر بالجسم المثالي شيء نسبي وكل واحد بيشوفه من طريقته، ولكن حاليا في مثل وجهة نظر سائدة عموما حابة احكي فيها لانه ممكن تكون عم تسبب لكتار مننا ضغط او مشكلة، فلهيك فرصة كتير منيحة انه نحكي بهذا الموضوع ونناقشه مع بعض. رح اختصر افكاري بهذا الموضوع بست نقاط مشان ما يطلع الفيديو كتير طويل. اول نقطة حابة احكي فيها هي انه مقاييس الجسم المثالي للمرأة تغيرت كتير عبر الزمن. يعني اذا بنرجع لوقت الفراعنة كانت المرأة الطويلة والنحيفة هي رمز الجسم المثالي. بعدين اذا بنشوف عند اليونان القدماء او اذا بنشوف بعصر النهضة الطليانية وبالعهد الفيكتوري الانجليزي كانت المرأة الممتلئة هي صاحبة الجسم الاجمل. اذا هلا بنطلع على وقتنا او بالاحرى اذا بنبلش من القرن الماضي لهلا بنلاقي انه تقريبا كل 10 سنين كانت عم تتغير هي الصورة وعم تتغير هي المعايير، وعم تكون المعايير او عم يكون الجسم المثالي للمرأة مختلف. يعني عمليا عم يتم التعامل مع جسم المرأة ومعايير جمال جسم المرأة مثل التعامل مع اي موضة متغيرة. هذا الحكي بياخذني للنقطة الثانية واللي هي انه لازم نتذكر انه اشكال اجسام النساء اكثر بكتير من الشيء اللي نحن عم نشوفه او اللي عم بيتصدر الشاشات واللي عم بيتروج له بالاعلام. وهذا بيعني انه اذا كنا عم نسعى لتكون اجسامنا حلوة بهذا المنظور او بهي المعايير فيمكن يكون سعينا هدف صعب كتير تحقيقه. يعني مثلا انا ما في شيء بالعالم رح يخليني بطول عريضات فيكتوريا سيكريت، بس فيني غش شوي البس كعب عالي، البس ثياب بتخليني بين اطول مما انا اذا انا كنت حابه اكون اطول، او فيني البس كمان شيء بيخليني من تحت انحف باعتبارني من تحت انا مالي كتير نحيفه. يعني بلبس فيني غش بالثياب والبس، مشان ما استعمل كلمه غش فيني اقول البس الاشياء اللي بتلبق لي لحتى تبين شو عندي احلى. وبظن انه هذا ممكن يكون أربح رهان لإلنا كلياتنا. يعني الاستثمار بما نملك وبدون ما نخسر بس بالتفكير بالحصول على شيء صعب كثير نحصل عليه. ثالث نقطة هي الاعتناء بصحتنا والرياضة، يعني نكون عم نراقب شو بناكل ونحاول نكون صحيين قدر الإمكان ونلعب رياضة لحتى نحافظ على أجسامنا. أول شيء مشان العمر ومشان صحتنا، وثاني شيء مشان نكون شكلنا كتير أزبط. يعني شو ما كان شكل جسمنا، إذا كنا بنشبه النجاصة ولا بنشبه التفاحة ولا بنشبه شو ما كنا بنشبه، إذا كان جسمنا مشدود أكيد رح يطلع أحلى. وكمان ممارسة الرياضة بتحرك أنزيمات السعادة بالجسم وبترفع الثقة بالنفس. شو بدنا أحسن من هيك؟ النقطة الرابعة اللي حابة أحكي فيها هي البادي ايمج، أو شلون نحن بنشوف جسمنا وشلون وجهة نظرنا بشكلنا. وهذا الشيء كتير بنشوفه حوالينا، كتير بنشوف بنات ما فيهم شيء أبدا وما بيحبوا جسمهم إطلاقا وبيشوفوا حالهم لازم ينحفوا أكثر أو لازم يغيروا شيء وهن ما بدهم شيء أبدا. لذلك ما إلها علاقة البادي ايمج أو وجهة نظرك بشكلك أو شلون بتشوفي حالك بمرايتك. يعني بغض النظر إن كنا كتير سمان ولا كنا كتير نحاف ولا كنا بالنص، هاي البادي ايمج شغلة كتير براسنا ما بتتغير لحتى نحن نغيرها، وكتير إلها علاقة ممكن وقت اللي كنا عم نكبر او وقت اللي كنا صغار سمعنا كتير تعليقات او بالبيئة اللي حوالينا اسبابها كتير متعددة. يعني مثلا انا لما كنت صغيرة اول ما كنت يعني بسن المراهقة ما كنت اعرف انه انا شو شكل جسمي ابدا، ما كان موضوع افكر فيه اطلاقا، بس ببالي انه اوكي، يعني انه انا ماشي حالي الحمد لله منيحة ما في شيء. لما بلشت اكبر شوي صرت اسمع تعليقات من العالم، لا ليش هيك لابسة هذا مبينك سمينة، ليش لابسة هيك هذا ما بيلبق لك بده بنت انحف، ليش هيك عاملة. صرت اسمعهم لهدول التعليقات وانا كنت لسه بعمر اصغر، فما كان عندي يعني السبورت الداخلي اللي انا كنت محتاجته. طبعا الحمد لله بنيته مع الوقت، وهذا الشيء اللي بدي اياكم تعملوه. بدي اياكم تفكروا انه احيانا هي التعليقات اللي حوالينا اللي بنسمعها من الناس ان كانت بحسن او بسوء نية بتاثر علينا كتير وبتبني هي البادي ايمج اللي براسنا انه انا عندي هي المشكلة ما بقدر، لازم خبي هي المنطقة بجسمي لأنه عندها مشكلة. يعني الاعتناء بصحتنا وممارسة الرياضة وثقتنا بنفسنا وحبنا لنفسنا ومعرفتنا أنه نحن مو بس هذا الشكل الخارجي، مع أنه نحن بنحب حالنا وهو كتير مهم، ولكن مو هو بس اللي بيعرف عننا أو هو اللي بيحدد شخصيتنا وهويتنا. لا، هذا الشيء كتير بيساعد بأنه يصير عنا بادي ايمج أحسن بكتير عن حالنا، ونصير نحس أنه إيه أنا لابسة اللي بيلبق لي وأنا شخص الحمد لله صحي وشكلي مقبول، ليش لا أنا حاسة حالي حلوة. هذا كتير بيساعد بالبادي ايمج.
النقطة الخامسة واللي كتير لها علاقة بالنقطة الرابعة إنه نحن نكون التغيير اللي بنحب نشوفه حوالينا. هذا الحكي حكيته بالفيديو الماضي كمان يا ترى ضروري نكون كتير حلوين، ولسه بدي أحكي بهذا الفيديو لأنه نقطة كتير مهمة. يعني مثل ما حكيت لكم شلون لما أنا كنت صغيرة تأثرت شوي بهدول التعليقات وصرت أحس إنه أنا عندي مشكلة وأنا لازم أعمل عملية ولازم أتخلص من هدول الدهون الزائدة عندي تحت إلى آخره. بس هذا الشيء بيأثر على البنات اللي عمرهم أصغر، لذلك لازم نكون كلياتنا متعاونين انه نساعد هدول البنات ان كانوا صغار ولا كانوا كبار. مو كل الناس بتبني ثقتها بنفسها مع العمر، احيانا في ناس بيطولوا لحتى يبنوها لانه مو دائما هي شغله كثير سهله، لذلك لازم نشتغل عليها ونحطها اولويه عنا. بالعوده للنقطه اللي عم بحكي فيها، لازم ننتبه على الكلام اللي بنحكيه. برجع بعيد الهاشتاج اللي حطيته بهداك الفيديو، بختار شوف كل شيء حلو. يعني اذا كنا شايفين حدا لابس شغله مو كثير لابقت له، اذا ما انسالنا مو ضروري نعطينا راينا، لانه الكلمه اشد من القتل. انا مالي عم اقول لازم نكون كذابين، لا، حلو انه نقوله، بيلبق لك هذا الشيء اكثر من هذا الشيء، لكن نكون حريصين على الكلام اللي عم بيطلع مننا لانه تاثيره كثير كبير. اخر نقطة حابة احكي فيها هي انه مواقع التواصل الاجتماعي عطت بلاتفورم او صارت منصة لكتير ناس عاديين ما بيشبهوا عادات الازياء مثلي، انه يكون في لهم صوت موجودين وعم بفرجوا الناس انه مو ضروري نكون بيرفكت لنكون حلوين. يعني انا لما بلشت اعمل اوتفيتس حسيت انه في كتير بنات رح يقدروا يشوفوا حالهم فيني، انه يشوفوا انه انا ممكن كتير بشبههم او ممكن يكون ما عندي البيرفكت بادي. الحمد لله انا كتير مبسوطة بحالي، بس انه ما جسمي بيشبه عادات الازياء اكيد. بس لما بلشت اعمل هدول الاوتفيتس بس كان في عندي فكرة انه فيني اورجيكم شلون فينا نلبس ونكون عاديين ونطلع حلوين. ما بالضرورة ابدا نكون بيرفكت لحتى نكون حلوين، نحن بيرفكت ذا واي وي ار، يعني نحن كاملين ومثاليين بجسمنا بشكلنا اللي عنا يعني. بتمنى تكون هي الرسالة عم توصلكم او هي الصورة عم تنتقلكم بطريقة واضحة عن طريق الفيديوز اللي بعملهم بالاوتفيتس، واللي بتمنى يكونوا عم يفيدوكم كمان. هذا كان نهاية هذا الفيديو، انا كتير استمتعت بعمله مع اني عدته شيء اكثر من 4 مرات، لانه كل مرة كنت صوره يصير معي شيء واضطر اعيده من اول وجديد. anyways هذا التعب كتير مستاهل، لاني كتير حبيت انه اقول نقاط بتمنى كتير تكون بتفيدكم ولو باي طريقة، وانا ناطرة ومتحمسة كتير اسمع منكم، اسمع شو ارائكم باللي انا قلته، تضيفوا على شغلات يمكن ما قلتها لضيق الوقت، وتقولوا لي انتم كمان وجهة نظركم بهذا الموضوع. ناطرة ارائكم وناطرة تعليقاتكم تحت هذا الفيديو، وكمان كتير حابة انكم تقترحوا علي هاشتاج ثالث لحتى نحكي فيه. صار عندي كذا اقتراح وانا كلياتهم اخذتهم بعين الاعتبار، ولا تنسوا تعملوا لي فولو على الانستغرام، لانه كمان على انستغرام عم بسالكم وعم نشوف بلكي بنتفق مع بعضنا على الهاشتاج اللي حنحكي فيه المره الجايه. شكرا كتير لانكم تابعتوني، شكرا كتير لانكم ضليتوا لهلا، على حبكم وعلى دعمكم، بحبكم كتير وبشوفكم الاسبوع الجاي. باي.